يا صباح السعادة عليكم يا حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا شفيعي يا محمد. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. طبعا انتوا نفسكم تشوفوا اجواء السحور عندنا ايه، بس هي بصراحة يعني كل زي ما بيقولوا كل شيخ وله طريقة وكل بيت وله طريقته في السحور. طبعا في ناس بتاخد اليوم يعني اول ما بتصحى كده في نهار رمضان، صحيت 8 صحيت 9. انا عن نفسي بحاول اصحى بدري، مش عارفة ليه بقى، لان طبعا احنا طبعا بنتسحر. باخد اليوم كله زي ما بقول لكم كده من اوله لاخره، بقعد بقى طبعا قرآن الفجر شغال، التواشيح شغالة. من هنا بقى ايه بنبدأ في السحور وبنتسحر، نشرب شاي اللي عايز يشرب. بصوا ما اقولكوش بقى على الاجواء دي. فطبعا الفجر بيدن عقبال ما بنصليه حوالي تبقى الساعة 5، نيجي نصحى بدري مش عارفين مش عارفة في ايه. يعني هو ايام رمضان ديت بتبقى فيها يعني ايه شوية لخبطة في الصحيان مع الناس كلها، والله العظيم يعني مش معايا انا بس. انا لو قبل رمضان عادي بظبط المنبه على اذان الفجر، واذا كنت قدرت قمت وصليته، اذا بقدر اصلي بقوم. لو انا صاحية ما اكدبش عليكم بصلي، لكن طول ما انا نايمة والله العظيم لو 100 منبه ضرب ما بقومش. الا بقى دي حاجه بتاعت ربنا، لو ربنا عايزك تقومي وتصلي بيصحيك بيقلك باي حاجه. فالمهم احنا بقى في نهار رمضان كده بناخده يعني طص. ما بحبش انام ايه في نهار رمضان الا لو تعبانه جدا بقى تلاقوني مسقطه كده، او هعمل اكله عاديه. ما فيش طبيخ ولا حاجات دي، بتبقى في اكل يعني لتاني يوم، يا دوبك هضيف عليه شويه حاجات بسيطه كده. فالمهم هنا جيت بقى حضرت السحور، حاجه كده بسيطه وخفيفه، لان احنا كنا واكلين قبلها حاجات دسمه. فاحنا السهور دي حاولوا على قد ما تاكلوا، حتى على قد ما تقدروا حاولوا تاكلوا، يعني لما تيجي تاكلوا كده آه اللهم صل على سيدنا محمد، تلت ميه وتلت اكل وتلت هوا. تمام. اذا كان على الفطار، السحور بقى نفسك تاكلي اللي نفسك فيه كلي، بس ابعدي عن المخللات وابعدي عن الحوادق. انا والله هموت هموت، يعني انا بقول هموت اكل جبنه قديمه، بس كل ما اجي هي موجوده عندي في التلاجة والحمد لله، بس كل ما اجي احطها يقولوا لا ابعدي، لانه انا لو حطيتها الكل هياكل منها. طبعا انا عن نفسي ببقى قاعده في البيت مش هحس بعطش ولا باي حاجه، لكن بالنسبه لجوزي الاولاد رايحين دروس هنا وهنا هيحسوا، فانا قلت لا حرام مش وقتها خالص، بعد العيد نبقى ناكل براحتنا. المهم هنا يا حبايب قلبي كنت جايبه كيسين فول زي ما انتم شايفين كده، والله عندي فول ونفسي اعمله ومش فاضيه مش عارفه ليه. وجايبه كيسين طعميه، جبت بيضتين والطحينه. وطبعا كنت مقشره بطاطس، قلت بقى اما اقلي شويه بطاطس، طبعا البطاطس بتبقى حلوه في السحور برضو. بس يعني اكل بسيط وسهل زي اي بيت. انت بقى عايزه تقفري قفري عايزه تمشي على يبصوا، لان انا الحاجه اللي بتفيد عندي يعني ما بناكلهاش تاني بنديها للطيور. فانا بحاول والله اعمل اكل على القد، يعني طبعا لو فول فاض ولا اي حاجه بروح لما كل ده في قلب كيسه ونطلعها للطيور. فانا بحاول اعمل الحاجه اللي تقضينا، فحرام الاهدار في الاكل بالذات، حرام، دي نعمه ولازم نحافظ عليها. فاللهم صل على سيدنا محمد. آه بس كده حطيت العجينه، خرطت بصلايه حلوه، طماطمايه، قرن فلفل رومي، عايزه تحطي واحد حراق حطي، بس انا عشان خاطر الاطفال اللي عندي ما بحبش اضيف الشطه دي عامه، لان هي اضرارها كتيره والله العظيم، وانا اكتر واحده بتضر منها. تمام. عايزه تحطي بيض بقى حطي، مش عايزه بس جربي الطريقه دي والله العظيم تحفه. بتخلي لك الطعميه مقرمشه كده وتبقى حكايه، والطعميه بتطلع محمره كده وشكلها حلو، تحبي تاكليها نيه والله العظيم اكنك بتاكلي الكفته اللي انت بتعمليها من رز دي. فاللهم صل على سيدنا محمد. عايزاكم يا بنات بقى طول ما انتوا واقفين كده تذكروا من الاذكار، طول ما انت خارجه طول ما انت داخله، وابعدي بالله عليكم ابعدوا عن اي حاجه فيها ذنوب، ابعدوا عن النميمه والله العظيم اسمعوا مني. يعني النميمه دي اكبر عائد بيدمر في البيوت، والله العظيم. طول ما انت ماشيه بالنميمه تاخدي من هنا وتودي من هنا وتنقلي من هنا، حاولي تقتصري، يعني ما بقولكيش تبعدي عن كل الناس لا، هو والله العظيم البعد في الزمن ده بيبقى غنيمه، غنيمه كبيره قوي، لانك اول حاجه بتشيل في ذنوب، تاني حاجه والله العظيم يعني بتاكلي في لحم اختي ميته. ف الواحد طول ما هو عايش لوحده كده والله العظيم، من بيتك لمشوارك لحياتك لولا كفايه، بس مشغولات عيالك اتلهي بمشغولات بيتك.
دي اكتر حاجة تخليكي تبعدي عن الناس. طول ما انت مشغولة ببيتك وبعيالك مش هتفكري في حد تاني، ولا يبقى في عندك وقت انك تتكلمي على حد مع حد تاني. فاي حد يعني نفسه ربنا يحقق له اللي هو نفسه فيه، او استجاب لدعاء، او يرضى عنه، او يبعد عنه الشر، اي حاجة نفسه ربنا يحققها له، امشي بس على الخطوات دي. صلي الوقت في وقته، تمام. حاول لسانك ده على طول بالاذكار، على طول لسانك ده بالاذكار. مش والله العظيم مش هتدي بص يعني لحظة لنفسك انك تجيب فيها سيرة اي حد، ولا بالخير ولا بالشر. طول ما انت مع نفسك كده ومع ربنا، الدنيا كلها تبقى يعني راضية عنك الحمد لله في كل حاجة، حتى القليل يبقى عندك كتير. فعايزين نخرج يا بنات في هذا الشهر الفاضل الكريم ده بالحسنات، ويا بخته من فاز في شهر رمضان، يا بخته. فربنا يا رب يجعلنا من المقبولين اعمالهم في خلال هذا الشهر، اللهم امين يا رب. هنا بقى ايه، طلعت حته سمنه محترمه كده، سمنه عاديه، انا عندي سمنه بلدي حطها في الفريزر، ان شاء الله ابقى اعملها معاكم. بقى لها فتره عندي في الفريزر والله ما فاضيه ان انا اعملها. انتوا عارفين بقى الشهر دوت الواحد يعني نفسه ان هو ما يخلص، مش عارفه الواحد مش مصدق انه خلاص ده فاضل له كام يوم يبقى 20 منه بس، و10 ايام، والله لسه بدري، والاغاني الحزينه ده انا عن نفسي والله العظيم لو بايدي مش عايزه العيد يجي، بس دي حاجه بتاعت ربنا، ودي ايام ربنا كلها خير وبركه، واحنا اللي في ايدينا والله العظيم نخلي الايام كلها رمضان. فربنا يا رب يتقبل منا ومنكم يا رب سائر الاعمال، ويا رب اللي نفسه في حاجه ربنا يحققها له يا رب، واللي نفسه بذريه صالحه ربنا يا رب يطعمه بذريه صالحه، ويخلي لكم اولادكم، ويخلي لكم ازواجكم، ويحافظ عليهم، ويبعد عنكم الشر والاذيه، ويحفظ لكم اولادكم يا رب، ويرضى عنكم وعلينا. هنا عملت طبق فول بيض للسمنه والبيض، وهنا عملت طبق بقى جايبه طحينه مع شويه زيت مع كمون مع ليمون مع شويه شطه، الحاجات الحلوه اللي انت بتحبوها ده. بصوا هو الفول يعني له مخاطر كتيره، بالذات الناس اللي عندها قولون، بس هو ده مسمار المعده زي ما بيقولوا. الفول اساسي تاكليه من هنا، مش عايزه تاكلي بعدها ب10 12 ساعه كده. فيعني هو بيصبرنا بصراحه ايه في الصيام. هنا كان السحور خلص معانا، هنا البطاطس وهنا الجرجير، لازم تاكلوا اي حاجه خضراء عشان العطش، دخلكم ميه. وهنا بصوا الطعميه ما شاء الله والله العظيم كانت تحفه. وهنا الفول اهوت، يعني نوعين فول مظبطاهم. كنت هسلق بيض، قالوا لا كفايه قوي كده عشان الاكل ايه حرام يعني ما يتهدرش وكده. بس حبيبه قلبي منك ليها، اذا كان عجبك الفيديو يا ست البنات منك ليها، ما تبخليش علاقتكم باللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، وان عرفتوا تشيروا الفيديو لاختك لصاحبتك لاي حد من قرايبك يبقى جزاك الله كل خير. وانتظروني في فيديوهات قادمه ان شاء الله. واحب اشكر اي حد دخل جديد عندي في القناه، اقول له ان انت شرف